الارتو بتاعته تدل ان هو بادئ الموسم بصوره قويه جدا. الاسيس الثالث اللي هو بنفتقدينه جدا بغياب عمرو سولية مع النادي الاهلي، امام عاشور رجع لنا الذكريات دي شويه، يعني خصوصا ان ما عندناش لعيبه بتلعب الكرات العاليه بصوره ممتازه. فاسيست قوي جدا، والاسيست الثاني هو افضل اسيستات الدوري المصري حتى الان، واظن هيكون افضل اسيست على مدار الموسم. اما الهدف الرابع فكعب احمد عبد القادر يدرس، ورغم ان الكره جت مع كريم فؤاد وخدمته، لان كريم فؤاد انطلاقاته وتحركه من غير كوره افضل اللعيبه اللي جت في مصر، وبدايه كويسه وتفرحنا بلاعب لسه صغير في السن عنده حوالي 24 سنه راجع من صليبي، فده مبشره تعجبنا احنا كجمهور. نقطه اخيره لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم الماتش اللي فات في نهائي السوبر عامل مباراه ما فيش احسن من كده، وهو ككواليتي لعيب مدافع يعني من كواليتي اللي هم زي ابراهيم سعيد يجوا كله 50 سنه مره. فثقته الزياده دي ساعات بتغاضى عنها في ماتش لان اداؤه بيكون كبير قوي، لكن في ماتش تاني ساعات بتكلم عن الثقه، خوفا على لاعب بموهبه محمد عبد المنعم. بدايه موفقه لبطل الدوري وبطل افريقيا، نتمنى الجاي ان شاء الله يكون افضل، خصوصا ان احنا داخلين على بطولات قويه.